عندنا بعد عمليه خروج البستم. اكو هنا لي ورا البستم ليطه رئيسيه، بس تسحبها بهالشكل هذا، يمكن واضحه عندكم. هاي الليطه البيضه تمام، هاي شلون تيجي قاعده بهالشكل هذا. انت بس تدفعها صار عندك البستم حر، تيجي تسحبهم بني ثلاثه باوع. هاي تسحب من عندها وذني الرصاصيات تكسرها. هذا هم مصممين على انه هذا الجاروب مصممين على انه ينكسر 100%، ما بيه مشكله. لذلك اذا تلاحظ التعيار مال البستم هذا من هاي الجهه وكذلك من هاي الجهه التعيار مال الثقاله مسوي له مفاصل، يعني من تكسره مو عيب، لا كلش طبيعي. وهاي تقدر تسحب من عندها، بس انت مو تخليه بهيجي شكل تيجي تريد تعوجه ما راح ينعوج عندك، لانه ذني راح يكون انعداد. لا، خليه بهيجي شكل افقي واكسره واسحبه طلع. شوف لاحظ هسه انا راح ارجعه بنفس الاليه، راح اكسر هذني اثنيناتهم وهاي البيضه ادفع من عندها. لاحظ قاعد ادي البستم بكل سهوله وما يقبل خطا، هو يقعد بمكانه. واللي يحدد لك عمليه قاعده البستم صحيح هاي اللي قدرت، شوف قاعده بتلاحظ هاي اللي قدرت من تقعد هنا البستم قاعد حاكم بعد ما يطلع. وضحت الصوره شباب؟ فعندك آلية التركيب سهله جدا.